اقول لك ليه الناس بتتجاهلك على لينكد ان. الناس على لينكد ان مش قاعدين يشوفوا البوستات بتاعتك، ما عندهم الف حاجه تشتتهم. لو اول 3 ثواني من البوست بتاعك ما حصلهمش واتشدوا، خلاص البوست بتاعك هيضيع. واعمل ايه بقى؟ اول حاجه ابدا جمله تخليه يتعدل في القعده بتاعتك. انا خسرت عميل ب 60000 جنيه في خلطه واحده. ما تشتغلش مع اي حد قبل ما تقرا البوست ده. جربت 5 طرق تسويق بس دي الطريقه الوحيده اللي جابت نتيجه. كل دي هوكس تقدر تبدا بيها الكونتنت بتاعك. الناس بتحب القصه مش النصيحه. يعني ما تجيش تقول لي اهميه البادجت في الحملات الاعلانيه. قول ان في حمله اعلانيه خدت مني 5 ايام تحضير وضاعت كلها بسبب رقم واحد بس غلط. قصه بتساوي انتباه زائد عاطفه زائد مصداقيه. وبعد كل ده حدد انت بتكتب اصلا لمين. واكتر غلطه بنقع فيها ان احنا بنكتب بوست عام ما فيهوش اي تارجت. فلو بتكلم كل الناس محدش هيحس انك بتكلمه شخصيا. حدد انت عايز تكلم مين بالظبط وخلي اللغه بتاعتك شبهه. لو انت صاحب مشروع صغير وبتصرف على الاعلانات بتاعتك من غير رؤاز واضح، البوست ده علشانك. قدم قيمه فوريه وما تطولش في المقدمه بتاعتك. الناس على لينكد ان عايزه تتعلم حاجه او تتبسط او تحس انك شبههم. خلي اول جمله او جملتين هم السبب اللي يخليك تكمل لحد الاخر. الكول تو اكشن بيساوي سحر للتفاعل. عاوز تعمل تفاعل اطلبه من الناس بذكاء. قول مثلا لو حصل لك كده قبل كده شاركني في الكومنتات، او تحب اشرح ده في فيديوهات مفصله بعد كده. لو شايف ان البوست ده مفيد اعمل شير لصاحبك اللي ممكن يبقى محتاجه. وما تنساش اهم طريقه في التفاعل انك تقدم ليهم ملف قوي وتقول لهم لو عايزين الملف ده اكتبوا لي كومنتات. زي بالظبط لو عايز تاخد خطه كامله للنشر على لينكد ان اكتب لي كومنت وهبعته لك في الرسائل.